واش عمرك كنتي بوحدك في الدار ومشيتي قدام المراية باش تغسل وجهك بالليل، وفجأة حسيتي باللي الخيال ديالك في المراية تعطل عليك بواحد الثانية؟ هادشي اللي وقع لدريس، وهادي ماشي قصة ديال الخيال، هادي قصة الساكن اللي كيستنى اي واحد يغلط ويحيد الثوب الكحل على المراية الملعونة في قلب درب السلطان. رد بالك، حيت من وراء هذا الفيديو غادي تولي تخاف تشوف وجهك في المراية بالليل. اليوم غادي نهضروا على دريس واحد الشاب اللي طحناتو ليام النهار كامل والشارع كياكل ليه في ركابه بموتور السيت صاعين. ايوا كازا في الصيف كتولي بحال الفران، والزحام والتقلاب على واحد السكنه مستقله ولا بحال الا كتقلب على شي يبرا وسط القش. ودريس عيا من الصداع ديال الدراري الصغار في دار خالته، وعيا من فين مشيتي وفين جيتي. ايوا بقى كيدور في الزناقي ديال درب السلطان، القريعه وزيد حتى طاح في واحد السمسار سميتو بابو شعيب. بابو شعيب راجل قديم سنانو طايحين وكيكمل قارو بزاف. قالو عندي ليك واحد البيت، هو راه بيت وسط دار كبيره والدار مهجوره شي شويه، ولكن مولاتها بغات غير الستره والوقار. ايوا يا سيادي، وصلوا لواحد الزنقه اللي الشمس ما كتدخلش ليها حتى وقت الظهر. الدار كانت عباره عن رياض قديم ومكرفص، الباب ديالها فيه مطرقه ديال النحاس على شكل يد. ايوا دقوا الباب وهي تخرج ليهم واحد الشيبانيه لابسه الكحل وعينيها فيهم واحد النظره بارده بحال الثلج. دخل دريس. البيت كان في السطوان اللي هو وسط الدار. بيتو كان بوحدو، السقف عالي بزاف والحيط فيه زليج قديم ومهرس. واللي جلب الانتباه ديالو هي واحد المرايه الطول ديالها اكثر من مترو لاصقه في الحيط بالسيمه، اما الزاج ديالها بحال الا فيه ضبابه قديمه من الداخل. الشيبانيه قالت ليه بصوت مبحوح: الدار دارك وليدي، غير هي المرايه ما تمسهاش وخليها ديما مغطيه بداك الثوب الكحل. ايوا يا سيادي، داكشي اللي كان. ادريس باغي غير فين يرتاح وفين منين يجي من الخدمه يحط راسو. المهم يا سيادي، ادريس عجبو البيت وجاب رحيلو صافي وبغى غير يستقر ويتهنى من الصداع ديال ولاد خالته. دازت السيمانه الاولى عاديه. ادريس كان فرحان، كيدخل بالليل كيطيب اللي قسم الله، مره بويطات بميطيشه، مره شي حاجه مهم بحال هكا ديال الزوافريه، وكيفتح الويفي ديال الجيران ويبقى يهضر مع خطيبته. ولكن واحد الليله كانت الحراره مجهده. ادريس ضيقوا داك الثوب الكحل اللي مغطي المرايه، حس بداك البيت كيزمتو وناض بلا ما يفكر، جر داك الثوب الكحل وطيحو في الارض وقال مع راسو: شنو هاد الخرافات؟ واش مرايه غادا تقتلني؟ ايوا يا حبابي، في ديك اللحظه حس بواحد البروده مفاجئه دخلت للبيت واخا الصيف. المهم مشى ينعس، ولكن النعاس ديالو كان مكرفص، كيحلم باللي كاين شي حد كيتنفس ليه في ودنه. ايوا يا سيادي، فاق مع 2 ديال الليل على الصوت ديال تقطير الماء الروبيني ديال الكوزينه. ناض للكوزينه الصغيره اللي عنده، لقى الروبيني مسدود والحيط ناشف. رجع لبيته وهو يدوز من قدام المرايه حتى لمح شي حاجه، وقف ورجع للور باش يتاكد، ووجه الضو ديال التليفون للمرايه وشاف شي حاجه اللي خلات قلبه يضرب في حناكو.
ايوا يا سيادي، في قاع المرايه وسط داك الضبابه الدخلانيه بان ليه شي خيال ديال مرا جالسه في القنت ديال بيتو. ولكن ملي كيدور لبيتو الحقيقي كيبان ليه القنت خاوي. بقى دريس كيشوف في المرايه والخيال بدا كيتحرك. الخيال ديال ديك المرا ناض من القنت وبدا كيتمشى جهه دريس اللي وسط المرايه. دريس الحقيقي اجمد، ما بقاش قادر يحرك حتى شي صباع. ايوا الخيال مد يديه وشد دريس اللي في المرايه من عنقه، ودريس الحقيقي بدا كيحس بالخنقه بصح في عنقه وسط داك البيت الخاوي. هنا دريس يا خوتي من قوه الخلعه هرب بلا صباط ومشى هذيك الليله بات في واحد الجامع حتى للصباح. ملي فاق في الصباح قال يمكن غير الهلوسه ديال العيا. ايوا جاتو فكره في بالو انه يجيب واحد الكاميرا ديال صاحبو ودارها مخبيه وسط الماريو كتشوف في المرايه وفي الناموسيه. ايوا يا حبابي، ديك الليله دار راسو ناعس وفي الصباح مشى كيجري قلب الفيديو. يا ريتو ما قلب هذاك الفيديو يا خوتي. اللقطه كانت مرعبه مرعبه. الفيديو كيبان فيه دريس ناعس وفجأة الثوب الكحل اللي كان لاحو في الأرض بدا كيطلع بوحدو في الهواء وكأنه شي حد هزو ومشى وتغطى به دريس وهو ناعس. ومن ورا الثوب بدات كتخرج واحد اليد طويلة وبيضة بزاف وبدات كتمسح على وجه دريس بحنان كيخلع. والأخطر هو أن المراية بدات كتخرج منها أصوات ديال البكا مكتوم وصوت شي مرا كتقول خليتيني بوحدي، دابا غادي تبقى معايا. ايوا يا حبابي، دريس بقوة الخوف جمع حوايجو وهو كيبكي. وهو خارج من داك الدار لقى السمسار بابو شعيب جرو من يده وقال له شنو كاين في داك الدار. السمسار اسكت وهبط راسو وقال له ديك الشيبانيه اللي كرات ليك كانت عندها بنتها وماتت نهار عرسها قدام ديك البرايه وهي كتمشط شعرها. ومن داك النهار الشيبانيه كتحاول تجيب ونيس لبنتها وسط هذيك المرايه. انت ماشي الاول، انت هو الكاري الرابع اللي كيهرب. ادريس يا حبابي ابقى واقف في بلاصتو والبروده طالعه عليه من رجليه لراسو. السمسار بابو شعيب لاح الكارو ديالو وطفاه بصباطو وهو كيشوف في الزنقه خايف لا شي حد يسمعو. وقال بصوت مخنوق هذيك البنت اللي ماتت كانت كتمشط شعرها قدام المرايه نهار عرسها، وفجأة المرايه تهرست طرف بطرف وواحد الطرف منها ذبحها من الوريد للوريد. ومن داك النهار والشيبانيه امها ولات كتحماق، جابت واحد الفقيه وسد على الروح ديال بنتها وسط هذيك المرايه بالسيمه باش تبقى معاها دائما. واي واحد كيكري هذاك البيت البنت كتشوف فيه هو العريس اللي ما جاش. ايوا يا سيدي، قبل ما يكمل بابو شعيب الهضره ادريس دار جهه الموتور ديالو وديمارة وكسيره باقصى سرعه كاينه. ما هز حوايج، ما هز امانه، هرب غير بجلدو. ولكن احبابي الصدمه الحقيقيه ماشي هنا. ادريس مشى كرا بيت اخر في حي الفرح، بيت جديد ونقي. ايوا دازت سيمانه وبدا كينسى داك الخلعه حتى لواحد الليله ناض بالليل باش يغسل وجهه في لافابو، اشعل الضو وهز راسو باش يشوف المرايه ديال الحمام
وهو قلبه يسكت. المراية ديال الحمام اللي هي جديدة بدات كدير واحد الضبابة بوحدها، ووسط هذيك الضبابة بدات كتظهر نفس الجملة اللي شافها في الدار القديمة: علاش هربتي؟ العرس مازال ما كمل. إدريس أحبابي بدا كيرجع للور وهو كيرجف، ولكن ملي شاف في يدو لقى راسو لابس خاتم ديال النقرة، خاتم قديم بزاف، خاتم ما عمره ما شراه وما عمره ما لبسه، خاتم ديال عريس من الزمن القديم. إدريس عرف باللي الساكنة اللي في المرايا ما بقاتش في ديك الدار القديمة، بل سكنات في الخيال ديالو هو، وفين ما مشى شاف شي مرايا هي اللي كتخرج ليه من تما. ايوا يا المشاهدين، إدريس دابا سد على كاع المرايات اللي في دارو بالثوب الكحل، وانت اللي كتفرج فينا دابا نوض شوف في المرايا اللي حداك، واش كتشوف غير وجهك ولا كاين شي حد من وراك كيتسناك غير ترمش؟